تبون يستقيل من رئاسة الجمهورية. كيف؟ تبون كريا يعني صلاحيات جديدة لمصالح رئاسة الجمهورية وأعطاهم صيغة قانونية هو مهمته يسنيه فقط. هم متكفلين بالسياسة الداخلية، الخارجية، الصفقات، المشاريع، مراقبة الوزارات، الوزارة الأولى، كل الصلاحيات أعطاها لمصالح رئاسة الجمهورية اللي هم المستشارين وبالقايم وجماعته. استقالة يعني استقالة، تقدر تقول باللي تبون استقال من رئاسة الجمهورية، يسنيه فقط، ما يحوس يفهم غير يسنيه وخلاص. شكون اللي دفعوا لهذه الاستقالة وشكون اللي فرض عليه إعطاء هذه الصلاحيات لمستشاري رئاسة الجمهورية، وشكون اللي خول مستشاري رئاسة الجمهورية أنهم يقعدوا في منصب تبون سوا ديزون راهو يقول باللي هو منتخب شرعي من طرف الشعب. اسكو الشعب انتخب بالقايم وسيدي السعيد وهذه الجماعة هذول اللي راهم في رئاسة الجمهورية، ولا انتخب تبون؟ هذا إذا افترضنا بلي أنه صح وصل لرئاسة الجمهورية بالانتخابات شرعية. استقال، ها هو بالدليل في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية بأنه تبون ما عنده الصلاحيات نتاعو كاع مدها لمصلحة رئاسة الجمهورية اللي هما شرذمة من المستشارين، هما اللي يتكفلوا بإدارة الجزائر من ساسها لراسها. جماعة عمي تبون فقط، وتحيا عمي تبون. نذكركم بأنه تبون خلاص موش يحكم، يعني غير روح شوف قول تحيا عمي بالقايم ولا عمي سيدي السعيد ولا عمي مجاهد ولا هذو المستشارين تاع رئاسة الجمهورية، لأنه درك صلاحيات كاع تاع تبون راحت لمصلحة رئاسة الجمهورية، وهم من يملكون صلاحيات رئيس الجمهورية. والآن سترى العبث بأتم معنى الكلمة، يبدأ صراع الأجنحة وصراع النفوذ والتموقع، ويعني هذا يجيب الجناح نتاعو، هذا يجيب الجناح نتاعو، هذا يتدخل في الوزارة، هذا يتدخل في وزارة الطاقة والمناجم، هذا يتدخل في سوناطراك، هذا خاصة الوزارات الحيوية كوزارة التجارة، وزارة المالية، وزارة الطاقة. سترى العبث بأتم معنى الكلمة. هذه صلاحيات لم تعطى في تاريخ الجزائر. يعني تبون كريا هذه الصلاحيات لمصلحة رئاسة الجمهورية. وش المشكل؟ أنه الشعب ما يقراش، الشعب ما يحبش يعني يطالع ولا يشوف الجزائر كيفاش راهي تدور. ولا من خول لهم أن يملكون صلاحيات رئيس منتخب، سواء ديزون صح انتخبوا الشعب وصل لرئاسة الجمهورية بالانتخابات. سؤال مطروح، هل تبون يعني راح بيفوت العام هذاك يعني سيبون خلاص هاي ليكم ديروا واش حبيتوا وكذا، منه ما يترشحش لعهده ثانيه؟ ممكن جدا، يعني سيبون هاي ليكم، اعطوني غير نسنيو وخلاص، انا ما سيبون خلاص نجبد روحي من المشهد، سنيو وديروا صفقات، ديروا واش حبيت، سني فقط انا. ولا حايب يعني يكلف هذه مصلحه رئاسه الجمهوريه بقياده العهده الثانيه وحمله انتخابيه وكذا، منه هو يقعد غير واجهه وخلاص. الايام ستثبت ذلك. اي توحشك الخير وتتوحشك الجنه. القضيه بارده، الامور تحت السيطره، كل شيء مكالمي. هذه الامور احنا كي نهضروا معاك يا استاذ نحسوا بالكرم. ما بقيتش وزير صافي، وليت استاذ صافي، جريتي عليا. تعرف علاش؟ خاطش راهم يقولوها لي في لي كومونتير، راهم يقولوا لي قول له استاذ ما راش لا، راهم يقولوها لي في لي كومونتير. ما لا غادي نقول لهم شوفوا انا احترمتكم وقلت له استاذ، ولكن غادي بما انني راني نهضر معاه الوزير دروك نرحب وفيك بركه، نرحب كاع بالاساتذه اللي راهم معاك في الجيست، ونرحب بجوليا روبرت اللي راها معنا تاني لا سكرتير نتاعك، ونرحب كاع بالناس اللي راهم في اللايف، وبالخصوص نتايا الوزير نتاعنا. ما عرفت لا نديرك في الثقافه ولا ما عرفتش وين، خاصني نكون لو بريمي مينيستر باش نديسيدي واش هي الوزاره غادي نقول لك عليها. اولا نمشي معايا زعما سفيا، شنو تعطيني زعما؟ شوف، قبل ما غادي نجاوبك هاد الجواب غادي نعطيك واحد لمحة غير هكا خفيفة. راك تشوف حنايا عبد المجيد تبون يقولوا له رئيس الجمهورية، وزير الدفاع، ويعطوه ديك لا نوميناسيون تاع قائد الأعلى وهديك تاع القاضي والاخر. انا درك السؤال اللي باغي نطرحه، مين أيمن هذاك رئيس الوزراء نتاع الجزائر، رئيس الحكومة، مين يبغي يدير مجلس ويعرض الوزارة؟ اسكو يولي يحكم في تبون ولا ما يحكمش فيه؟ باسكو دروك هو رئيس الحكومة وتبون راه عنده نوميناسيون نتاع
وزير الدفاع. دروك أنا السؤال اللي باغي نطرحه لهذا أيمن هذا اللي راه رئيس الحكومة نتاعنا، ستادير في هذيك الجلسة اللي غادي ديرها نتايا وتعرض الوزارة ودير معاهم مجلس، اوبليجي خصك تحضر تبون باسكو راه وزير الدفاع وانت راك رئيس الحكومة، يعني كنتايا تحكم في وزير الدفاع. اسكو تعطيه ديزورد ولا توقفاه ولا تضرب بالناح ولا يجوك اخبار تاع لا غير ضرب بالنح عرض كاع الوزاره وتبون ما تجي. انا باغي نستفسر في هذه القضيه باسكو كي راهم يقولوا لنا الرئيس عبد المجيد تبون وزير الدفاع والقائد الاعلى والقاضي الاول للبلاد، يعني كي راك تكون انت يا القاضي الاول وزير، باسكو انت يا القاضي الاول وزير العدل نورمال مو يحكم فيك، وبما ان وزير العدل يحكم فيك يعني ايمن عبد الرحيم راه يحكم فيك تاني باسكو هو رئيس الحكومه، وبما انك وزير الدفاع يعني ايمن عبد الرحيم يحكم فيك في المجلس، يقدر يحضرك قانونيا، يحضرك قانونيا، قال خصك تحضر خدش انايا ورئيس الحكومة وانتايا وزير الدفاع تحضر عندي في المجلس وتدي القرارات نتاوعي وتاخد بليزانستركسيون تاوعي. قانونيا هذه تصرى ولا ما تصراش؟ نورمالمون تصرى. اسمح لي سقراط باردون سفيان، شكون اللي عين ايمن عبد الرحمن؟ واش عبد المجيد تبون ولا جهه اخرى؟ اسمح لي. حنا ما راناش شكون يعين، حنا رانا نهضروا على لي نوميناسيون. هذيك تاع شكون يعين هذه نقطة واحدة أخرى غادي من بعد ندرسها مع وزير الثقافة نتاعنا اللي هو عبد الحق الصنايبي، من بعد غادي ندرس معاه شكون يعين وشكون ما يعينش. حنايا هذا غير تمهيد درنا، هذا تمهيد في البداية نتاع الديسكسيون تاعنا، هذا غير تمهيد. روح خويا روح. هذه تاع شكون يعين وشكون ما يعينش هذه دروك غادي من بعد ندرس القضيه مع الوزير الثقافه نتاعنا عبد الحق الصنايبي، وغادي من بعد ندرسوا القضيه انا وياه. ولكن سيتادير من نهضروا دروك في لا نوميناسيون الحاضره، ستادير لا نوميناسيون من نقولوا في النشره الاخباريه وفي النشرة الرسمية وفي الأخبار الرسمية الجزائرية يقولوا الرئيس عبد المجيد التبون وزير الدفاع. يعني كي تقول وزير الدفاع اوتوماتيكمون أيمن عبد الرحيم يحضره في المجلس قانونيا، هذه قانونيا يحضره ويعطيه لي زانستركسيون باسكو هو يحكم فيه. خلينا من بعد هذه تاع شكون عينه منا هذاك راه موضوع اخر، هذاك موضوع اخر هذاك، باسكو على بالي باللي ما كاش منطق مع لي زالجيريان وما كاش هذا المنطق. هو على بالي الاخ سقراط على بالي هو دروك جابها لي من باب المنطق، ديجا سموه سقراط ثم راه يهضر بالمنطق تاع لي كراك، راك شايف سقراط ديجا سقراط راه يهضر على بالي من باب المنطق، ولكن ما كاش المنطق معنا حنايا. الى سقراط راك تسمع فيا، انايا صرات لي دي ديسكسيون مع دي زالجيريان قلت لهم صرات لي هاد القضيه تاع بار اكزومبل كي تجبد له على فرنسا وتقول له زعما بالمشكل اللي صاري بينك وبين المغرب، يقول لك لا المغاربه عايروا الشهداء. هذه راكم سامعينها ماشي اول مره راني نقولها. اي انا شنقول له، نقول له شكون اللي نورمالمون الجرم تاعه كبير، اللي عاير الشهداء ولا هو شي يقول لي
زعما هاد القضيه صرات بكري وسي بون وخلينا منها هذه. شوف هذا المنطق تاع تبوني. اي انا شنقول له؟ نقول له ودروك المشكله بينك وبين المغرب. يقول لي لا خصهم يطلبوا السماح. يطلبوا السماح على واش؟ يقول لي حقرونا في 63 وظلمونا وكنا عاد بدينا في الاستقلال نتاعنا وظلمونا. نقول له شكون اللي ظلمونا؟ يقول لي المغاربه. نقول له بصح الملك محمد السادس كان عاد كي زاد كان عنده عام في 63. هو زاد في 17 نوفمبر 1903. لا المغاربه داروها. هنا باش تشوف باللي مين انسان يبدا يهدر معاه كيما هكا، هنا تعرف باللي هذا راه مبرمج. هذا مبرمج باش يكره المغرب ويحب فرنسا. باسكو دروك تهدر له بقناعه، تهدر له بمنطق من جهه فرنسا باللي هو شو هذا. يقول لك لا ماكرون ماشي ماكرون. بصح مين تجي تاع الاخر المغرب لا خص يطلبوا منا السماح فديك القضيه نتاع 63. وكي تقول له باللي الملك محمد السادس ستادير كيفاش يطلب منك السماح الوركو هو ماشي هو اللي دارها. لا المغاربه داروها. ما تقدرش تهدر بمنطق مع هاد الناس. سفيان هو كان ذاك الخطاب ديال سيدنا الله يسرو ديال الملك محمد السادس، وقال يعني صراحه قال له ودي بان كان تكلم حتى على المشاكل ديال داكشي ديال اطلس اسني وهذا. قال بان لا انت زعما تبون ولا الرئيس اللي قبل منك اللي هو بوتفليقه ولا انا مسؤولون على هذه الحوادث هذه، لان ما كناش اصلا فيها. وقعت واحد الوقيته ما كان حتى واحد فينا بثلاثه. فوالا وبالتالي لماذا علاش كتحاسبني وانت كتقول سيدنا عبد محمد السادس زاد في 63؟ يعني ذاك الوقيته ربما كان مازال ما تزادش في حرب، كان الى الله تزاد في حرب الرمال كان عنده. لا كاين ما اهم من هكذا سي عبد الحق الصنيبي. المغرب دائما كيقول لك النزاع المفتعل او واحد الحاجه واحده اخرى كيقولها الملك قالها في واحد الخطاب. كاين قوى خارجه على الجزائر هي اللي كتخلق هذه المشاكل. ولكن اللي سفيان كنسمع لك دائما مره كيعجبني المنطق ديالك. وانا اولا كنعرف الجزائر وغير باش كنعرف الجزائر، ومشيت للجزائر ومشيت لواحد البلاد سميتها تاولة موسى في القبائل. هدرت مع واحد الراجل عنده 70 عام، هدر لي على واحد الحاجه ابخي غادي نرجعوا للموضوع ديالنا، ولكن المهم هادشي اللي غنقول لك. وكنت بغيت نمشي نشوف الدار ديال معطوب الناس. ديك الوقت واحد الوقت انا امازيغي مغربي، انا سوسي، وكنت تهتم بهذه القضيه الامازيغيه، وكنت من في لا كورديناسيون مغربيه فرانس مع مصطفى السعدي ومحمد السعدي. وهذاك لو ديسكور كتبته له ومشيت ديتو لتافراوت مع الناس مغاربه مهمين في المغرب، زعما جزائريين ما شاء الله فاهمين. مصطفى السعدي ولا سعيد السعدي؟ كاين خوه، كاين لا سعيد السعدي، مصطفى السعدي هذا محامي. سعيد السعدي قديم هذا. مصطفى السعدي هذا محامي فرنسا، هو لو باترون ديال تسمى سقراط هكا وديت ليه كلمه تاعي. غادي نرجع لك، انا كنعرف غادي نرجع لك الموضوع سي مهم. اسمح لي مادام راه معنا وزير التعليم غير رجعنا كاملين كل واحد يدير الكلمه تاع قبيله سوفيزامون ودرت لنا واحد العفسه هكا تاع السواسه. درت لنا هكا تاع السواسه وعاود ديت لي الكلمه وراك لا غنرجع غنرجع لك سوسي هذا وزير استاذ هذا سوسي هذا تتقد له هذا ما تقدر لهاش هذا. لا والو دري. ولكن انا تعلمت، شوف والله اللي تعلمته من عبد الحق الصنيبي. شوف اش درت عبد الحق ملي كنسمع لك انا قضيه الاندلس وهكا، والله ما يطلقها والله ما يطلقها. كنهتم بالمواضيع اللي كنت كطرحهم اكثر من اللازم. تقدر على غادي نرجع لك سي سفيان، غادي نرجع لك. اسمع شوف عبد الحق الصنايبي تقدر على سوسي انت. انا ادري واش والله ما يطلقها راني نقول لك. سفيان غنرجع لك سفيان. اسمع تفضل. حنا نعطوك سيدي، حنا غير رانا نضحكوا لا حنا كنضحكوا، ولكن من هذا الضحك خاصنا نبنيو الجسر. يعني انت انسان كنسمع لك بزاف والمنطق ديالك فهمته وعرفته من البدايه مع جوهره وبوحدك تري بيان.
احنا بغينا نشوفوا واش نقدروا نديروا واحد الجسر. شحال من نتوما في الجزائريين اللي كتخموا مثلا باللي يا مونك غاني، يا مونك غاني بهاد الحدود المقفوله المسدوده، هاد العلاقات المشؤومه، هاد السبان، هاد الشيء اللي وصلنا ليه اليوم. رغم ان كنتم كتهضروا على الشهداء، ما تعرفش باللي مغاربه ماتوا شهداء في القالمه في واحد ما يهضر عليهم ومغاربه بزاف الريافه. كتعرفوا باللي انا كنعرف واحد البنت سميتها الحموتي، هذه انا هضرت محاميه عليهم كبيره في فرنسا. جدها كان هو انا هضرت عليهم. الاخ راه هضر انا سفيان سفيان هضر. عين اخويا، خلي السيد يكمل. الله يجازيك بخير. تفضل سقراط، شوف، كمل الفكره ديالك. حموتي ديال انا بنت الحموتي اللي تقتل في الجزائر. بنت ولدها اللي محاميه كبيره في فرنسا. سي ان تري كونت افوكا، الى ان كابيني في افانسيل. هضرنا في هذا المواضيع هادو. علاش انا كنت في الجزائر وعندي علاقات مع الناس في الجزائر، وهو ربما سفيان كيعرف الجزائر كيفاش دايره. وتلقيت مع سورتو في القبائل، تلقيت واحد القبائل كبير كنهضروا هكذا. ما باغلي هضرنا بالقبائليه، وقال لي سمح لي ما كنهضرش العربيه بزاف، مي بار تري بيان فرونسي، مي فو با بارلي فرونسي. ما بغاش يهضر الفرنسيه، كيهضر القبائليه وانا كنفهم شويه، كنحاول نفهم. قال لي اللي كنعرف في المغرب هو محمد الخامس، انكرويابل. وكنعرف كيفاش كان كيعاوننا، وكان كنسمع باللي الحسيني احمد كان كيهضر عليه، ومولود معمري في جامعه تيزي وزو. وتعلمت منه شي اشياء حوايج. كنت صغير كنت كنقرا، وديك الساعات بلا رجعت لفرنسا قريت واحد الكتاب كيكتبوه كاع الجزائريين لي زالجيريان كيفتخروا به، هو البير كاميو. وهذا البير كاميو كتب ليترونجي. وكتبت في فيسبوك في 2008 البير كاميو هذا العنصري سو راسيست. طاحوا عليه الجزائريه كاملين، قالوا لي حيت كنت مغربي علاش انا قلت بلي هو عنصري؟ لان في ذاك الوقت اللي كتب فيه ذاك الكتاب كاع الفرنسيين حتى في الكوميساريا كلهم عطاهم اسماء، الا الجيريان كيسميه ايلوتر غاب، لوتر كونت غاب. قراوه تشوف. ابخي من تما وليت كنعرف باللي الجزائريين في المستويات ديالهم غون كي سواتيل، ميم في الجامعات ولا حاجه، مبرمجون كما قال سفيان، عنده الحق.